السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الناس تركز معايا، اخواته وحبايبي متابعين القناة. النهارده يا جماعة جاي لكم معلومة طبية وليس اجتهاد. الناس اللي بتربي حمام وبتربي طيور زينة، عصافير، بغبغانات، الجو دوت، الناس اللي بتربي طيور بوجه عام. بس النهارده اخص الناس اللي بتربي الحمام رقم واحد، والناس اللي بتربي العصافير في بيوتها وفي الشقق بتاعتها وفي غرف النوم. خلي بالكم يا جماعه، احنا في دلوقتي مشكله كبيره احنا متعرضين ليها في البدايه. بس كده يا جماعه، الناس اللي ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه وتدوس زر اللايك، وعلى بركه الله نبدا حلقتنا. بص يا سعاده الباشا، احنا الايام اللي احنا فيها ديت معروفه في موسم القلش. طبعا الناس اللي مربيه حمام اكيد شايفه كميه الريش اللي عندها في المكان، وكميه الزغب، وكميه الغبار اللي واقع من الحمام. طبعا الحاجات دي شايفينها بعينينا، فما بالك الحاجات الدقيقه التي لا ترى بالعين المجرده. يعني زي ما احنا شايفين الريش وشايفين الزغب بتاع الحمام، في حاجات كمان احنا مش شايفينها، حاجات دقيقه جدا، شعيرات. الحاجات دي يا جماعه بتعمل ايه؟ الحاجات دي بتدخل عن طريق التنفس وعن طريق الشهيق والزفير بتاعنا. بتدخل يا باشا على طول على الرئتين، تدخل عندك على الرئتين وبتعمل التصاق فين؟ في الحويصلات بتاعت الرئه وفي القصبه الهوائيه. طيب الحاجات دي بتبقى حاجات دقيقه جدا 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 انت مش بتشوفها. طيب الحاجات دي يا جماعه بتعمل ايه؟ الحاجات دي مع الوقت ومع طول العمر ومع طول ما انت قاعد عند الحمام تدريجيا بتعمل عندك تليف. ازاي يا باشا؟ الحاجات دي يا جماعه بتقف على القصبه الهوائيه، فبالتالي بيحصل لها نظام تليف، والحاجات دي بتأثر سلبي على صحتك وعلى التنفس عندك، وبتعمل لك ضيق تنفس، وبتعمل لك كحه وسعال، وبتعمل لك مشاكل تنفسيه كتيره جدا. طبعا يا جماعه الكلام اللي بقوله دوت دي معلومه طبيه، لا انا طالع الف ولا انا طالع اقول لك اصلي وفصلي. اسال اي دكتور واسال على الكلام دوت، وانا بطلع الحلقه اقول لك دي معلومه طبيه. وانت انا خايف عليك وخايف على نفسي. انا رقم واحد بربي حمام بقالي سنين السنين. انا يا جماعه فعلا في الفتره الاخيره بقيت مناخيري توجعني او الجيوب الانفيه، بحس ان هي بقت بمجرد ما اقعد فتره طويله عند الحمام بقيت احس بزي هرشه في المكان، بحس بألم بسيط. فخلي بالكم يا جماعه، انا مش عايز اخواته وحبايبي، انا عايز الناس كلها تستفاد والناس كلها ربنا يسترها عليهم، تمام. وفي حاجه كمان، الناس اللي بتربي عصافير في اوض النوم اكبر كارثه على اولادك وعلى صحه اطفالك، خصوصا لو انت عندك اطفال. ناس كتيره جدا بتربي عصافير في بيوتها وطيور زينه، خلي بالك، والكوكتيل والحاجات الكتيره دي كلها. خلي بالك، ما بقولكش ما تربيش، ربي تمام، بس ما تحطهاش في المكان اللي انت بتنام فيه، ما تدخلهاليش في اوضه النوم عندك. انت كده بتدمر اطفالك. لو انت عندك اطفال، الرئه بتاعت الطفل غير الرئه بتاعت الراجل الكبير او الست الكبيره. اطفالك مش هيستحملوا الكلام دوت، وخاصه لو انت عندك كميه عصافير وقفاص عصافير وحاجات زينه. حطها في بلكونتك، حطها في قدام باب الشقه، حطها في مدخل بيتك، حطها على السطوح، حطها في اي مكان. حطهاليش في باشا في غرفه المعيشه او في اوضه النوم في المكان اللي اطفالك بيناموا فيه، لان زي ما في ريش بيقع، في حاجات دقيقه احنا مش بنشوفها، شعيرات بتقع لا ترى بالعين المجرده، بيستنشقها الطفل عندك وبتاثر على الرئه عنده، وبالتالي بتعمل عندك مشاكل كتيره جدا، وعلى الوقت مع مستوى الوقت بتعمل تليف على الرئتين. فنصيحتي ليك، ما تربيش عصافير في مكان اوضه النوم عندك، ما تقعدش عند الحمام. لو انت بتربي حمام ما تقعدش عند الحمام فتره طويله، خاصه في موسم القلش، تمام. طيب انا دلوقتي بحب الحمام ولازم اقعد واتابع السلاكه واتابع الدنيا، وبحكم ان انا لازم احتك بالحمام عشان خاطر اشوف دنيتي. ما بقولكش ما تقعدش، بس وانت قاعد البس كمامه ب 2 جنيه ب 3 جنيه هتجيبها من الصيدليه، يفضل تلبسها وانت قاعد مع حمامك. انا عندي بجيب العلبه ب 60 جنيه ب 70 جنيه فيها 100 قطعه، تقعد معايا شهور وشهور. انا يا جماعه ما بدخلش اوضه الحمام انضفها الا اذا كنت لابس كمامه. نضفت مره في الاسبوع، نضفت مرتين في الاسبوع، لازم اكون لابس كمامه. طبيعي جدا يا جماعه. طبعا الايام العاديه بدخل احط ميه واكل، ما بكملش 5 دقايق مفيش مشكله، بشيل الميه بدلقها واحط ميه نضيفه، وبحط الاكل او الكلفه بتاعتهم دي بالنهار وبالليل، دي مش بطول عندهم، وبالتالي مش بلبس كمامه. انا بلبس كمامه امتى؟ لو انا هنضف السلاكه او انضف العشه بتاعتي او الاوضه بتاعتي، لو انا هقعد فتره طويله وعايز اشوف حاجه معينه، عايز اتابع حاجه معينه، في حاجه شداني في المكان،
في جوز انا شاكك في امره، في دكارين واخدين بعض، في حاجه زي كده، ببقى انا قاعد بتابع لفتره معينه. طيب انت بقى هتقعد، وفي طبعا كلنا بنقعد عند الحمام فتره طويله، وكلنا بنحب نقعد عند الحمام، بيسحب الوقت مننا او بيسحب مننا يعني بحكم الحب وبحكم ان انت بتخلص الحمام بتاعك، فهو بيشدك، فغصب عنك بتلاقي نفسك قاعد عند الحمام. فيا باشا البس كمامه. انا عندي علبه الكمامات زي ما قلت لحضراتكم بشتريها ب 60 70 جنيه من اي مكان، وبتقعد عندي فيها ال 100 قطعه، تقعد عندي شهور. يعني مش جايبه 8 فرد حمام، هتحافظ على صحه الرئه عندك، وهتحافظ على يعني الجيوب الانفيه بتاعتك، وفي نفس الوقت هي يعني حتى حاجه نظافه. وخلي بالكم يا جماعه وانت بتنظف الحمام، بعد ما تنظف يا ريت تنزل تاخد دش كامل. انا بعمل كده، بنزل من عند الحمام باخد دش كامل، وايدك تغسل ايدك بالميه والصابون. ما ينفعش ما تغسلش ايديك تقول انا ايدي نظيفه. في يا جماعه حاجات بتنتقل، في امراض، في جدري، في مشاكل معويه. يا جماعه ما تستهتروش، احنا بنحكي الحاجات الكويسه في الحمام، وان الحمام مربح، وان الحمام جميل، واني وبنقعد نقول حاجات كتيره جدا. بس خلي بالكم يا جماعه وناخد الحيطه والحذر، ربنا يسترها علينا وعليكم. في مشاكل كتيره جدا. اي حد بيربي طيور، ما بتكلمش على الحمام بوجه عام، كذلك الارانب. الناس اللي بتربي ارانب لا قدر الله بيجي لها جدري، الجدري ده بيتنقل للانسان، والناس كتير عندها حساسيه، والناس عندها حساسيه في جلدها، وناس عندها مشاكل كتيره. تمام. الجيوب الانفيه عند ناس كتيره بتبقى، في ناس مجرد ما بتشوف الحمام او المكان بتاع الحمام او ريحه الحمام او ريحه الطيور بشكل عام، في ناس كتيره بتقرف. في ناس ممكن ما تاكلش الحمام او الفراخ او البط او الكلام دوت لمجرد ان هي شمت ريحه مش كويسه. الحاجات دي كلها يا جماعه وارده، والحاجات دي كلها بنتعرض ليها. يا ريت الفيديو ده يا جماعه ناس كتيره تركز فيه، يا ريت الفيديو دوت ينتشر. اعمل لايك، اعمل مشاركه، اعمل يعني كتر شير للفيديو دوت عشان خاطر الناس كتيره تستفاد. شباب صغير مش فاهم حاجه، شباب فاهم من العمليه. اقعد عند الحمام واطول، انت بتدمر الجهاز التنفسي بتاعك، بتدمر رئتين. الناس اللي مربيه عصافير في بيتها، ربي يا باشا كل حاجه تمام، بس انا بتكلم على الكميات. ما بقاش انت مربي لي كذا جوز وعامل لي كذا قفص وعامل لي حديقه حيوان في شقتك، انت كده بتدمر صحتك. انما اللي عنده جوز 2، اللي عنده طيرين مش عارف ايه، مفيش مشكله. انا بتكلم يا جماعه على الناس اللي عندها كميه، والناس اللي حاطه العصافير بتاعتها او طيور الزينه بتاعتها، حاطه الاقفاص في المكان اللي عايشه فيه واللي بتنام فيه، وخاصه اللي عندها اطفال. يا جماعه خلي بالكم، انا نبهت كتير وبقولها لوجه الله. خلي بالكم انا واحد من الناس بقالي اكتر من 20 سنه فعلا يا جماعه، وانا صغير ما كنتش بهتم بالكلام ده، وكنتش بقى اخد احتياطاتي، وكنت بدخل انضف عادي كده، وكنت بقى استهبل. يعني انا بسميها استهبال. الواحد لما كبر وفهم، لا كمامه يا باشا ب 2 جنيه بجنيه. انت لو جبت العلبه ب 60 جنيه جمله، كمامه هتقف عليك ب 60 قرش. صباح الفل، مش فلوس. تمام يا جماعه، خلي بالكم ربنا يسترها عليكم وعلينا. تمام. وبعد النظافه الاسبوعيه عند الحمام، او ننزلك من عند الحمام، تغسل ايدك بالميه والصابون. الحاجات دي يا جماعه مهمه جدا، وربنا يسترها عليكم وعلينا. مش عايز اطول وقت الحلقه عن كده، انا قلت المعلومه اللي عايز اقولها. يا ريت الناس تنفذ التعليمات دي، والناس تخلي بالها. تمام. وتربيه العصافير يا جماعه اكبر خطا انك تربيه في اوضه النوم. ربي في شقتك عادي، ربي في قدام باب الشقه، ربي في بلكونتك، مفيش اي مشكله. تمام. مكان يكون داخل له تهويه كويسه، داخل له اكسجين. انت بتعمل مشكله لعيالك ملهاش اي لازمه. ربنا يستر عليكم وعلينا. في النهايه بتمنى لكم الخير كله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.